استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي. يا عم المسحراتي، أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء السعادة والفرحة على كل اللي بيسمعني دلوقتي على مونيكروفون. معاكم مونيكا ميشيل، ودي حلقة جديدة من برنامج من سحر آتي. اللي هيسمعنا دلوقتي هيعرف ان احنا مع اول خبطة طبلة هنروح نعيش سحر أسطورة رمضانية جديدة من تراثنا العربي زمان. طبلة النهاردة بتقول لنا حكاية عن لوحة، بس مش أي لوحة، لوحة بتترسم لوحدها. النهاردة هنرجع بالزمن لورا قوي وهنروح لزقاق قديم بالقاهرة. كان في دكان صغير كده لراجل عجوز اسمه عم إدريس، كان رسام معروف برسمه على الفوانيس وزينة رمضان، وأغلب الوقت يا حرام مهموم وتعبان من كتر الشغل يعني. بس كان عنده لوحة غريبة جدا. كل ليلة لما يقفل الدكان ويرجع الصبح يبص ويتصدم، عشان كان بيلاقي فيها تفاصيل جديدة ظهرت عليها لوحدها، كأن كان في حد بيرسمها وهو شخصيا مش موجود في الدكان. في الأول افتكر إنها ممكن تكون مجرد انعكاسات النور، أو هو تعبان من ضغط الشغل ومش شايف كويس يعني. بس لأ، لاحظ إن التفاصيل كل ليلة بتزيد. مأذن صغير، أناديل منورة، وكمان أشخاص ملامحها مألوفة بالنسبة له لكن مش فاكرهم خالص. لحد ما في نص شهر رمضان بالظبط وقف قدامها وهو مذهول. اللوحة رسمت وشه هو. غريبة، بس اللي استغرب له بجد إن وشه في اللوحة كان بيبتسم ابتسامة عمره ما شافها على وشه الحقيقي قبل كده. فضل بقى يدقق في اللوحة لحد ما فجأة لمح خيط نور رفيع قوي طالع منها، وكأنه بيدله يمشي في طريق معين، ومشي وراه فعلا لحد ما لقى نفسه فجأة واقف قدام مسجد قديم جدا في الحارة، والدنيا كلها حواليه هادية ومفيش صوت. هناك شاف طفل صغير واقف تحت فانوس متعلق وبيبصله بعيون بريئة، وابتسم له وقال له بصوت طفولي هادي: كل ليلة كنت باجي دكانك أرسم اللوحة، مش بإيدي لأ، لكن بروحي. عم إدريس قرب منه وسأله: بس ليه رسمتني أنا بالذات؟ ابتسم له أكتر ورد عليه: لأنك الوحيد اللي كنت بتساعدني كل سنة من غير ما تسأل عني أو تعرف أنا مين. كنت بتديني تمر في السحور وتسيب لي لقمة على باب الجامع. عمرك ما كنت بتعرف اسمي حتى، لكن طول الوقت بتحس بيا. وسكت الطفل لحظة كده وقال له بهدوء: لوحتك كان ناقصها جزء، إنك تشوف وشك اللي بابتسامتك الحقيقية لأول مرة، اللي تعكس روحك الطيبة من غير أي هموم ولا زعل. وفي لحظة اختفى الطفل كأنه كان مجرد طيف نور، وساب عم إدريس واقف لوحده عينه مليانة دموع، لكنه أول مرة يشوف نفسه بجد في قلوب اللي حواليه مش في مراية. ولما فكر مع نفسه حس إن الطفل ده ممكن يكون رمز للخير اللي عمله مع الناس اللي ما يعرفهمش. ومن ساعتها الناس فضلت تقول بينها وبين بعضها إن الطفل ده هو نور فرحة رمضان اللي بترد الروح لكل واحد يعمل خير من قلبه بجد. انت بقى ايه الحدث الغريب اللي حصل في يومك وانت نازل مهموم وزعلان كده في اي يوم، بس حصل لك فجأة وغير مودك وشقلب يومك كله وخلاك فرحان؟ اكتب لي تحت في الكومنتس. وهنا للأسف صوت طبلتنا سكت، واستنوني بكرة في نفس الميعاد مع طبلة جديدة تاخدنا لسحر أسطورة رمضانية جديدة في برنامج من سحر آتي مع مونيكا ميشيل على مونيكروفون. من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي. هنا
يوماتي من سحر آتي.